السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تبقوا بخير. بما اننا في الشتاء يبقى لازم طبعا القلقاس، لازم نطبخ القلقاس في الشتاء. طبعا بيبقى في القلقاس في الشتاء بيبقى طعمه احسن بكتير منه في الصيف. النهارده ان شاء الله هعمل لكم القلقاس لحبايبي اللي هم ما بيعرفوش يعملوه. هنجيب كيلو قلقاس، هنقطعه ونحط عليه رشة ملح، معلقة ملح، ونركنه ساعة ينزل المادة اللزجة اللي فيه، ونغسله كويس جدا بحيث اللي هو يكون بالطريقة بالشكل ده معانا. هنجيب ربطتين سلق، ربطتين كزبرة مفرومين ناعمين، ومعلقة ثوم مفروم. نبتدي بقى انا اوريكم نعمل ايه. الاول هناخد السلق هنحطه في حلة، هنحط السلق بتاعنا نسلقه ياخد غلوتين كده، وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. هنجيب القلقاس بتاعنا نحطه في الشوربه، عندنا شوربه فراخ ننزله فيها، نسيبه يتسلق كده. السلق غلى، هاخده اطفي عليه، هاخده اصفيه واحطه في الكبه يتفرم. كده شكل السلق بعد ما فرمته في الكبه. هنحطه على القلقاس، شويه كده على القلقاس، قلبه. طبعا هو لسه ما استواش، ما يستوي هبقى اقول لكم هنعمل ايه. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك معلقه احدث فلفل فيديوهاتي. اسمر، وانا عندي الشوربه كانت فيها ملح قبل كده فما حطيتش ملح. دلوقتي القلقاس بتاعنا ابتدى يستوى خلاص، فهننزل بقى نجيب طاسه نحط فيها معلقه زبده، ننزل بمعلقه الثوم المفروم، هنجيب نص معلقه كزبره ناشفه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كده التومه خدت اللون الذهبي، هننزل بالكزبره المفرومه، كده الكزبره اتشوحت مع الثوم، هننزل بيها على القلقاس، نقلبه تقليبه كده. الريحه طبعا ما اقولكوش عليها طبعا وجمالها. هسيبه كده 5 دقايق ياخد ويدي مع بعض. ده طبق القلقاس بتاعنا بعد ما استوى، حبيت اوريهولكم في طبق الغرف. بصوا دايب ازاي، ده ما خدش 5 دقايق على النار بالظبط. طبعا انا ما سبتهوش كده، عملت جنبه رز ابيض ولسان عصفور. حابين تعرفوا طريقه لسان العصفور كده ازاي؟ ابعتولي في التعليقات وانا اعمله لكم في اقرب فيديو ان شاء الله. الف هنا وشفا.